شوف 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 ماشي منفوخ ازاي. شوف رافع لنا مناخيره في السما زي ولا همه حد. اهدى يا اخويا على نفسك شوية. ايه فاكر نفسك مفيش الا انت على الارض ولا ايه؟ وانت عامل لنا فيها ابن ناس. ما تهدى يا اخويا. ايه هو مفيش زيك؟ ماشي منفوخ كده بتفكرني بالبطيخة القرعة بلا وكسة، على رأي ماري منيب. ماشي تتدلع رافع لي مناخيرك في السما. على ايه يا اخويا؟ ايه ده انت يا اخويا ريش على ما فيش. ماشي منفوخ وماشي تتمخطر. ايه ابن ناس؟ على مين؟ هو انت فاكر نفسك مفيش غيرك على الارض ولا ايه؟ وبعد المقدمة اللذيذة دي أحب أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا يا أحلى فنزات في الدنيا. موضوعنا النهاردة جميل وبجد دمه خفيف، وأعتقد كتير مننا ما كانوش يعرفوه وكانوا فاهمينه غلط. موضوعنا النهاردة عن اللي عامل نفسه ابن ناس. طبعا كلنا فاكرين إن كلمة ابن ناس دي حاجة كده تشرف، حاجة كده لما نطلقها على حد أو نوصف حد بيه إحنا كده بنتفاخر، أو إن إحنا بنبجله وبنحترمه زيادة. لكن هو العكس تماما. كلمة ابن ناس دي بعد ما دورت كده ودعبست وجبت أصلها لقيتها إن انتوا بجد لو عرفتوا أصل المقولة دي إيه لا يمكن توصفوا حد بإنه ابن ناس. أيوة زي ما بقولكم كده، الكلمة دي طلعت وحشة أوي 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 أوي. قبل ما أقولكم بقى قصة ابن ناس أو اللي عامل نفسه ابن ناس، ياريت اللي أول مرة يشوفني ويدخل في قناتي ياريت ما ينسانيش من الاشتراك وكمان تفعيل زر الجرس على الكل. طيب ليه الكل؟ علشان خاطر يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة بنزلها في قناتي، وهكون متشكرة ليكم جدا جدا كمان لو كتبتولي رأيكم في الكومنت. اتفقنا؟ طيب قصة ابن ناس بقى ايه حكايتها؟ هقول لكم حكايتها، لكن برضو بأكد عليكم اشتراك تفعيل زر الجرس على الكل واختاروا الكل، كمان اكتبوا لي رأيكم. اتفقنا؟ اتفقنا. واللي ما يعرفنيش أنا أميرة وقناتي يوميات حواء. ده عامل نفسه ابن ناس. حد عارف المقولة دي أصلها إيه؟ أنا هقول لكم. زمان عند مجيء المماليك إلى مصر منذ نهاية عهد الدولة العباسية، والمماليك كانوا بييجوا كعبيد من شرق أوروبا وشمال شرق آسيا. طبعا كانوا أطفال ما كانوش عارفين أو ما كانش معروف لهم آباء ولا أهل، وكانوا بيعملون كجنود ومقاتلين في الجيش المصري، وكان ليهم ملامح مميزة جدا جدا زي مثلا الطول. كان كده الواحد تشوفوه طول بعرض، والعيون الزرقاء أو العيون الخضراء والشعر الملون وبياض البشرة. كنتوا فعلا لما تشوفوهم تقولوا ده واد زي فلقة القمر، العين الزرقاء والشعر الملون وبياض البشرة. كان المصريين بيقولوا عنهم ولاد ناس. يعني ايه بقى ولاد ناس؟ يعني ولاد ناس غير معروفين أو مجهول النسب، أو ولاد ناس كتير قوي، يعني ولاد حرام. أما باقي الشعب فكانوا بيقول عنهم دول ولاد أصول، يعني كانوا دول بس ولاد ناس، إنما الباقيين ولاد أصل. يعني إحنا ولاد الأصول، إحنا الشعب ولاد الأصول، إنما هم كانوا ولاد ناس. عرفتوا بقى معنى كلمة ولاد ناس؟ طيب نرجع برضو لقصتنا. كانت الأسر حينما يتقدم إليهم مملوك وشخص آخر فكانوا يقولون يا ترى ناخد مين؟ ناخد ابن الناس ولا ابن الأصول؟ طبعا وبسبب السلطة والأموال التي كان يسيطر عليها المملوكي، بالإضافة طبعا لوسامته، ده احنا قلنا عيون خضرة وشعر أصفر وبياض،
يعني نقدر نقول إنه كان جمال ومال. وطبعا انتوا عارفين الاختيار كان بيقع على مين. يعني زي ما انتوا سمعتوا كده كان وسيم بالإضافة إلى أصل الأوروبي أو القوقازي، فكان دائما ما يقع الاختيار على ابن الناس مش ابن الأصول. ومن ساعتها أصبح ابن الناس ميزة يتباهى بها الشعب، رغم إن أصل الكلمة طعن في شرف من تطلق عليه. عرفت بقى ابن الناس دي عيب ليه؟ أو كلمة ما يصحش إن هي تتقال ليه؟ أصبح ابن الناس مجهول النسب أفضل من ابن الأصول اللي احنا عارفين أسماء جدوده وأصله وفصله، عارفينه من أوله لآخره. في النهاية ورجعت لكم تاني، عرفتوا بقى ابن ناس معناه ايه؟ بيتهيألي محدش هيقول لحد تاني انت ابن ناس، ولا حتى تقول على نفسك او على نفسك انا بنت ناس. اتفقنا. في النهاية عايزة اقول لكم ان ابن الاصول هيفضل ابن اصول، اللي معروف اصله وفصله هيفضل معروف اصله وفصله، وهيفضل رافع راسه دايما لفوق. وابن الناس ادينا عرفنا مين هم ولاد الناس، صح؟ يا ترى بقى انتوا ولاد اصول ولا ولاد ناس؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل زر الجرس، اكتب لي رأيك. حابة اقول لكم برضو ولاد الاصول اللي اتربوا على طبلية ابوهم ناس شبعانة، ناس عينيها مليانة، لو شموا ظهر ايديهم يشبعوا. احنا كده، احنا المصريين اللي عمرنا ما نطاطي لحد، احنا المصريين اللي اجدادنا الفراعنة، احنا المصريين اللي عمرنا عيننا ما نتكسر ابدا لحد. مش كده ولا ايه؟ استنوا، المثل الجاي ان شاء الله او قصتنا الجاية ان شاء الله هتعرفوا هتكون ايه. اكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها. المثل ده طلع عليه قصة جميلة جدا جدا، وطلع معناه غير ما احنا عارفينه خالص. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. فاكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها. دمتم في رعاية وحفظ الله، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واكتبولي رأيكم في الكومنتات. اوعى تنسوا اهم حاجة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل.